عاشور بحسب مصدر مسؤول في النادي الأهلي طلب بعدما عرضت عليه الأرقام المتاحة أن يرتدي الرقم 22 ليكون هو قميص اللاعب في الموسم المقبل 23-24. وبحسب هذا المصدر فإن بناء على أن الرقم متاح وأن اللاعب طلب هذا الرقم فالأقرب أن يرتدي إمام عاشور هذا الرقم بالفعل خلال الموسم المقبل. وهو لم يعلن رسميا حتى الآن القصة دي، لأنه في الآخر لسه مستنيين بقى الإعلان الرسمي وفكرة الموسم لما يبدأ. إمام عاشور قلنا امبارح أنه قريب من العودة إلى الملاعب، لأنه في المرحلة الأخيرة من التأهيل منذ انضمامه إلى الأهلي بسبب إصابة كان تعرض ليها حينما كان لاعبا في فريق ميتلاند الدنماركي. بارتداء إمام عاشور رقم 22 وهو أمر محتمل حتى الآن ويبدو قريبا، ده بيعيد للذاكرة طبعا عند كل الأهلوية الرقم 22 باعتباره رقم أسطوري خالد في تاريخ النادي الأهلي، والحديث هنا عن محمد أبو تريكة لما صنعه من أرقام وإنجازات ونجاحات ضمن جيل تاريخي للأهلي. ورغم أن كل الجيل ده كان مليان نجوم، لكن يبقى أيقونة هذا الجيل هو محمد أبو لاعب اسمه ياسين حافظ مواليد 2005 بيلعب في الفريق بقاله سنوات، هو من ناشئي الفريق. ايه الرابط ما بينه وبين امام عاشور؟ الرابط انه شقيق زوجة امام عاشور. هذا اللاعب تسلم الاستغناء الخاص به خلال الايام او الساعات القليلة جدا الماضية ليرحل عن الزمالك. تحدث ياسين حافظ الى برنامج الماتش عن اسباب الرحيل وربطها بانه على علاقة نسب بامام عاشور، وانه مرفوض في النادي منذ ان رحل امام عاشور من ميتلاند الى الاهلي. ولكن رد عليه مسؤول الزمالك سواء من خلال الكابتن اسماعيل يوسف المسؤول عن قطاع الناشئين او الكابتن محمد عبد الله المدير الفني لفريق ياسين حافظ 2005، وكانت التصريحات بشكل متتابع كالتالي. ياسين حافظ كانت له هذه التصريحات النهارده لبرنامج الماتش. قال انه هو من طلب الرحيل عن الزمالك، لكن بسبب سوء المعامله منذ اعلان النادي الاهلي التعاقد مع امام عاشور. قال الزمالك لم يقرر رحيلي، ولكن اجبرت من قبل الجميع داخل القلعه البيضاء للوصول الى تقديم طلب الاستغناء الخاص بي والرحيل عن الابيض بسبب انتقال امام عاشور الى الاهلي، وكانهم يريدون محاسبته على ذلك. اثناء نزولي لخوض التدريبات الفتره الاخيره وجهت لي اتهامات من اشخاص داخل القطاع بانني خائن وانتمي للنادي الاهلي. قال والكلام على لسان ياسين ان كابتن محمد فوزي المدرب المساعد في جهاز فريق 2005 استبعدني من التقسيمه دون ابداء اي اسباب لي، كما انني فوجئت باستبعادي من معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد. ذهبت على الفور الى الكابتن اسماعيل يوسف رئيس القطاع وطلبت الحصول على الاستغناء، وعدني بالحصول عليه، وامتلك حاليا عرض من نادي بيراميدز. وتوجهنا الى الكابتن اسماعيل يوسف والكابتن محمد عبد الله، فالكابتن محمد عبد الله رد بردود فنيه واضحه واكد ان استبعاد اللاعب فني تماما، وبالتالي جاء قرار الرحيل بناء على طلبه بان يحصل على الاستغناء اللي وافق عليه الكابتن اسماعيل يوسف. تصريحات الكابتن محمد عبد الله اللي تولى المسؤوليه قبل ايام قليله في فريق 2005 وهو المدير الفني في جهاز يضم فيه كمساعد الكابتن محمد فوزي المذكور سابقا، فقال ان رحيل ياسين حافظ عن الزمالك جاء لاسباب فنيه. قال انه ما يثار بشان رحيل اللاعب عن النادي بسبب انتقال امام عاشور الى النادي الاهلي غير صحيح نهائيا، وللاسف ما يردده اللاعب كلام باطل ويثير التعصب والفتنه، وهذا مرفوض. وقبل ما نروح لصفحه ثانيه اقول لكم انه قال ارفض فكره ظلم اي لاعب نهائيا خلال الفتره الحاليه بشكل نهائي. وقال قبل ما نروح للنقطه اللي بعدها انه يعني النادي نفسه ما وقفش على امام عاشور، فهل هيعاقب قريب امام عاشور على رحيل امام عاشور؟ الامر لا يجب ان يتحول الى فكره اهلي وزمالك. ليه؟ لانه جاء لاسباب فنيه. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في دينكم يا وسخين. الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. يا اخي ربنا يحرق اليوم اللي اتعمل فيه النادي ده. الله يحرق اليوم يا اخي اللي شجعت فيه النادي ده. الله يحرق مؤسس النادي ويحرق لعيبه النادي ويحرق الفرقه دي. الله يحرقكم بجاز وسخ يا اخي. انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟